rockin' school. بعد مرور 5 سنوات على انضمامه إلى المنتخب المغربي، يروي نوصير مزراوي قصة اختياره للمنتخب المغربي والظروف التي أدت إلى هذا الاختيار. كانت أمامه خيارات بين اللعب لصالح هولندا أو المغرب. مزراوي الذي ولد ونشأ في هولندا كان عليه أن يقرر أي البلدين يختاره من الناحية الرياضية، واختار المغرب. ولكن قبل أن يتخذ هذا القرار، قدم نوصير مزراوي تفاصيل الأحداث التي أدت إلى هذا الاختيار. يذكر محادثة جرت بينه وبين رونالد كومان الذي كان حينها المدرب الوطني لهولندا، حيث قال: في الوقت الذي سمحت فيه الظروف لي بالاختيار بين هولندا والمغرب، تحدثت مع المدرب الوطني آنذاك رونالد كومان. ذهبت إليه تعبيراً عن احترامي له، لأنه اسم كبير في عالم كرة القدم. بعد 5 دقائق فقط من المحادثة، قال لي: أنت تعرف بالفعل ماذا ستفعل وليس كذلك؟ أجبته قائلاً: نعم. ومن تعابير وجهي، أدرك أن المغرب هو الاختيار الذي يتواجد في قلبي. يجدر الإشارة إلى أن نوصير مزراوي انضم إلى المنتخب المغربي في عام 2018، وقد خاض 24 مباراة وسجل هدفين مع المنتخب المغربي، وهو يلعب حالياً مع فريق بايرن ميونخ الألماني. شكراً لك على مشاهدتك للفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكراً مرة أخرى.